كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا رمضان بيحب اللمة بقى على طبلية، على سفرة، اللمة في الشارع، اللمة في مطاعم، المهم يبقى فيه لمة وخلاص. يا ترى مين هيعزم مين السنة دي؟ ويا ترى مين هيعزمني السنة دي؟ طبعا رمضان شهر يعني عايز اقول البذخ، شهر الاكل كتير، شهر العزومات، شهر الكرم. بس في مشكلة النهاردة، عشان تعزم عيلة مكونة من 5 أنفار وهتعزمهم عندك، هتعزمهم بكام؟ والمصاريف هتبقى قد ايه؟ هل يا ترى الغلا هيأثر على عزومات الناس ولا العادة دي هتفضل موجودة؟ طبعا اللمة حلوة قوي بس ما بقتش زي زمان. يعني زمان لما كنا بنتعزم في رمضان كنا بنروح قبل الفطار بنقعد نقرا قرآن ونقعد نتكلم مع بعض، وبعد الفطار بنصلي المغرب ونقعد نحكي لغاية قبل السحور وكل واحد بيروح لبيته. إنما تفتكروا هو ده اللي بيحصل السنة دي؟ لا، كل واحد فينا بيتعزم عند أخوه عند قرايبه، بيروح يفطر، بعد الفطار ما بنتلمش، كل واحد بيروح لحاله. يعني إيه لازمة اللمة؟ أنا مش فاهم. يعني ايه لازمة العزومة؟ هل هي اكل وخلاص؟ هل احنا فعلا اتلمينا؟ هل احنا فعلا اتكلمنا مع بعض؟ هل رمضان جمعنا ولا مجرد اتجمعنا على الفطار واول ما الفطار خلص كل واحد راح لحاله؟ يا ترى الناس هتعزم بعض السنة دي زي كل سنة؟ يا ترى هيحصل العزومات العادة دي هتفضل موجودة؟ تعالوا نشوف الناس هيقولوا ايه ورأيهم ايه واحنا مع بعض. هتعزم مين السنة دي؟ والله أنا بعزم إخواتي، بعزم ولادي، جوز بنتي. ده كل سنة؟ ده كل سنة، ده لازم أول يوم أو تاني يوم. هما بيعزموك؟ هما بيعزموني طبعا. طب التكلفة أخبارها إيه؟ يعني السنة دي كده تعمل حسابك في العزومة تتكلف قد إيه؟ لا، هي التكلفة هتبقى غالية يعني بصراحة، يعني هتبقى يعني زيادة شوية. ما فكرتش تقلل في نوعية الأكل؟ لا، بنقلب برضه في نوعيه الاكل. يعني اول يوم بنذبح دكر بط والم ولادي وجوز بنتي وبتاع دكر البط ده ب 300 جنيه. ما هو ده بقى هو اول يوم ياكله، وطول الشهر بقى ما ناكلش تاني. اول شهر دكر البط وبعد كده خلص. بعد كده بالناس بقى شويه كده وشويه كده. لو جيت في مره قلت لهم يا حاج بصوا بقى يا جماعه، الحاجه غاليه والحاجه ضنك، بقول لكم ايه، كل واحد يجيب اللي يقدر عليه من اكل، وهنعمل عزومه عندي في البيت والمكم ونبقى لمه، ومحدش اوعى حد بعد ما ياكل يمشي. تفتكر هيقولوا ايه؟ لا، مش هيقولوا حاجه والله. والله مش هيقولوا حاجه. يعني هم اصل بص هقول لسيادتك حاجه، رمضان دوت يعني ابو الكرم كله. يعني بنبقى كلنا كل سنه بنبقى عاملين حسابه وعاملين ضجه عليه وبتاع، فربنا سبحانه وتعالى بيمشيه زي ما هو راضي بالوضع. يعني كنت عامل جمعيه مثلا قبل رمضان ولا مستلف ولا حاجه زي كده؟ لا، ما بستلفش خالص، ما بستلفش. انا بخليها على الله، وربنا بيكرم في الشهر ده قوي. حلو قوي، ربنا كرم وحسيت الموضوع انت عايز تلم عيالك واخواتك وبتاع، وقلت لهم الفكره اللي قلت لكم عليها، يا جماعه كل واحد يجيب اكله وتعالوا. هل تفتكروا يزعل؟ لا، ما ينفعش. انت من شويه قلت لي ينفع. لا، مش يعني هيجيبوا مثلا يعني اكلهم عندي في البيت، مش ممكن. ايه المشكله؟ عزومه. لا كل واحد يجيب اللي عنده جبنه، اللي عنده لحمه، وكلنا مع بعض. لا، ممكن يجيبوا هم بسبوسه، كنافه. غير الهدايا، كل واحد هيجيب اللي هياكله في البيت. اللي هياكله في البيت يا جماعه كلنا هناكله النهارده، كل واحد يجيب اكله بس هنتلم. ممكن تحصل. ممكن تحصل، يجيبوا اكلهم ويجوا يقعدوا كلهم معايا، وتبقى عاده حلوه. واللي ما عندوش ما يجيبش، ما هو الاكل هيزيد ويفيض كتير وخيره كتير قوي.
ده كريم، اسمه كريم، رمضان كريم. نظام الانجليزي عايزين نخليه عندنا عشان الحاله الاقتصاديه، هم غنيه وعندهم نظام انجليزي. ايه رايك لو يتنقل عندنا يبقى شكله حلو؟ لا ما ينفعش عندنا. انت ايه اللي ينفع دلوقتي يا حاج؟ وايه اللي مفيش مشكله؟ لا لا هيجيبوا. احنا ما يعني هو ده النظام الانجليزي. يجيبوا، ده النظام الانجليزي. ده النظام الانجليزي، انما بيجيبوا محبه يعني او مساعده او بتاع كده، انما انجليزي لا. احنا عندنا الكرم كله. ده كرم. انا اقول لك يا جماعه انت هتجيب ايه؟ والله انا هجيب يا جماعه عامل النهارده محشي، وده عامل النهارده مثلا بدوس كده ده عليه الحلويات وده عليه الحلويات كده، بتبقى مقسمينها بيننا وبين بعضينا. زي الفل. تبقى حلوه قوي. عملتها قبل كده؟ انا عملتها مره. ونجحت حلوه قوي قوي قوي. بتبقى يعني بيننا وبين عيالي يعني. خلاص يا جماعه، يا ريت بقى الناس كلها نعمل زي عم مين؟ يسري. عم يسري، وفعلا تبقى عزومه او الغدوه بتاع زمان، وكل واحد يجيب اكله عشان الحاله مش مستحمله. ولا ايه؟ صح مظبوط. الحاله بقت صعبه قوي يا عم يسري. صعبه قوي قوي قوي. احنا عايزين نتلم وبنحب اللمه. ما هو اللمه بقى ديت ايه، نساعد بعضينا. نعملها باي شكل كان. ان شاء الله بعيش وملح. تصدق ان ممكن يفيد اكل للناس الغلابه اللي بره؟ نوزعه بقى احنا بقى. تبقى زي الفل. والله تبقى جميله جدا. وانت مش مرهق ولا تعبان، ولا ست البيت تعبانه، وست البيت تعبانه، والحياه زي الفل. ايوه صح مظبوط. مش كده؟ ايوه صح. كل سنه وانت طيب يا عم. عم وانت بخير وربنا يكرمك. رمضان كريم. الله اكرم. رمضان كريم يا حاج. الله اكرم. نتعرف بحضرتك؟ اسمي مدام منى. مدام منى، رمضان السنه دي بقى العزومات واللمه والحاجات الخير بتاع رمضان ده، هتعملي ايه السنه دي؟ هو الخير ده كله بيبين اللي شهر رمضان موجود. لكن انا ما كنتش بعمل عزومات اللي هي يعني افخر بيها، لا، يا سيره الرحم، يا لمي سيره الرحم اللي بقالي سنه واللي بقالي سنتين، يا بعمل حاجه لله صيام فاطر، يا بطلع الى الجامع باكلي. سيره الرحم ده انك بتجيبي الناس عشان تعملي لمه، مش كده؟ طيب نفرض النهارده انا عايز اعمل لمه وعايز اتعرف على، يعني مش اتعرف، عايز الم ولادي واخواتي وعمامي، بس انا مش قادر اكل الناس دي كلها. لو انتوا قلت لهم يا جماعه انا عايز المكم، وانا يعني انتوا حبايبي، بس كل واحد يجيب اكله، تفتكري انطباعهم هيكون ايه؟ لا انا ما اقدرش ان انا اقول كده، يعني ما يصحش، او ما تجيش من لو انت بادرتي طبعا، هي ان احنا مش متعودين على كده. ماشي. بس لما اجي لك بالميكروفون، احنا ما تعودناش على كده. لا ما تعودناش على كده. طب لو انت عملت النهارده مبادره للموضوع ده، قلت لهم يا جماعه انا فعلا عايز اقعد معاكم، وفعلا انتوا وحشني وعايزين نتلم، بس انا معيش فلوس، يا ريت كل واحد يجيب اللي يجود بيه ونقعد في اي حته في نادي، مش شرط عندي. لا ما اقدرش اقول كده. ما تقدريش تقولي؟ لا ما يصحش، ممكن اعمل اي حاجه على القد. طب افرضوا هم جولك النهارده وانت مش مستعده، تعملي ايه؟ اي حاجه ربنا بيبارك فيها، بقدم كل اللي عندي، اذا ان شاء الله لو في اي حاجه مش مشكله. مش مشكله. انما ممكن تستلفي عشان تعملي عزومه؟ ممكن. طب هو ده مش غلط وضد رمضان؟ رمضان عايز الاقتصاد. بس انا ممكن اللي انا ما افتحش قوي يعني. ممكن باللي تقدري عليه. باللي اقدر عليه، يكلف الله نفسا الا وسعها. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. طيب بالصحه والسلامه. أخي المزارع، عند رعاية أشجار الموالح خلال شهر يونيو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الاهتمام بالري للحفاظ على العقد وتجنب الري خلال الظهيرة عند اشتداد الحرارة، متابعة الإصابة بالمن والتربس ودودة القطن ومكافحتها حسب برنامج المكافحة،
مقاومة الحشائش باليد أو التقليع أو باستخدام المبيد المناسب. يتم خف ثمار اليوسفي للأشجار الغزيرة لتنظيم عملية الإثمار للحد من التأثير الضار لظاهرة تبادل الحمل، مع ملاحظة أن الخف اليدوي أفضل من الكيماوي. رش الأشجار لمقاومة لفحة الشمس في الأسبوع الأول من الشهر. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استمرارا لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لسداد الأقساط المتأخرة عليهم وحرصا على الصالح العام، تعلن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن منح جميع المتعاملين مع الهيئة لقبول سداد الأقساط المتأخرة مهلة أخيرة تنتهي في 29 يونيو 2017. وتهيب الهيئة بالسادة المتعاملين سرعة سداد الأقساط المستحقة والاستفادة من المهلة الأخيرة الممنوحة لقبول سداد الأقساط المتأخرة، وفي حالة عدم السداد خلال المهلة يتم تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا شهر الطول وغنوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان جانا. رمضان كريم يا حاج. الله اكرم. رمضان بقى السنه دي بيحب العزومات وبيحب اللمه والناس تتلم مع بعض، مش كده ولا ايه؟ طبعا حضرتك هتعزم مين السنه دي؟ بعزم اولادي واولاد اولادي وعيلتي، قرايبي كلهم، يعني اللي بقدر عليه بعزمه وهم بيعزموا؟ بمشيئة الله. عزومه تتكلف كام يا حاج؟ والله حسب اللي معمول، ما هو ممكن يتعمل غالي وممكن يتعمل رخيص. يعني ممكن انت تكيفها حسب امكانياتك. لا هي هتخش لها مثلا في 500 600 جنيه. مش كتير؟ ما هنعمل ايه؟ طب ايه رايك، عندي فكره كده خطرت لي على بالي، ان انا مثلا النهارده معيش فلوس وعايز اشوف عيالي، واخد بالك، واقول لهم يا جماعه ان النهارده مش هتاكلوا عندي، احنا هناكل في جنينه او في نادي معين وكل واحد يجيب اكله معاه. ايه رايك؟ بيبقى اكل جماعي وكويس. يعني محدش هيتكلم؟ لا محدش يتكلم. مش هيقولوا بابا بخلان علينا ولا حاجه؟ لا طبعا، ما هو بيبقوا عارفين الحاله. حلو قوي، يعني ممكن نعممها وكل واحد يجيب اكله معاه وتبقى عزومه وغديوه وزي الفل. زي اي فسحه في اي يوم. طب ما السنه دي ليه ما تعملش؟ والله حسب الظروف، انا ما اعرفش. عملتها قبل كده؟ عملناها بس زمان بقى، ايام الواحد ما كان لسه في اوائل جوازه. اوائل جوازه يعني ما كانش فيه فلوس قوي. ما هو طبعا. هو بتاخد وقت بسيط وبعد كده بيبتدي الواحد يبص للمسؤوليه. والفلوس معاك دلوقتي كتير ولا ايه؟ والله هي على قدها بالعافيه. طب هتعمل العزومه الجماعيه دي ولا مش هتعمل؟ ربنا يسهل لما نشوف بس الناس اللي هعمل معاهم العزومه فاضيين مش فاضيين، وشغلي اللي انا هبقى فيه فاضي ولا مش فاضي. ما يعني ممكن ما تعزمش حد السنه دي خالص؟ لا ازاي، لابد بعزم. لازم تعزم طبعا. بس ممكن قبلها باسبوع تقول لهم يا جماعه كل واحد كده يجيب اللي يقدر عليه وهنتغدى او هنفطر بره البيت. بس بالنسبه لاولادي ما بتحصلش يعني. ليه ما تعملها مع اولادك؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. انا ما احسش ان انا رب اسره. انت عايز تحس ان انت الكبير وانت اللي احساس ان انا الكبير ما ينفعش. انا ابقى عايزهم يتجمعوا، ده الواحد بيعملها عشان هم يتجمعوا طبيعي. طب رمضان كريم يا حاج. الله اكرم. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه.
رمضان كريم. ميرسي. رمضان السنه دي بقى العزومات واللمه والحاجات الجميله والطقوس دي كلها اخبارها ايه؟ هتعزم عند مين اول يوم؟ عند اهلي لازم اول يوم، وبعد كده اول اسبوعين طبعا كل يوم عند حد، واخر اسبوعين هما اللي بيهدوا شويه. ايه ده يعني كل سنه عزومات؟ ما شاء الله، ده ايه ده؟ يعني كل الشهر عزومات. طبعا رمضان اكل يعني. ما فكرتوش تعملوا مثلا عزومه بره كده، كل واحد يقول يا جماعه انا هجيب عيلتي واسرتي وهجيب اكل معايا ونتلم مثلا في النادي؟ يعني مش بتتعمل قوي، لازم يبقى في البيت عشان فقره التلفزيون اللي بعد الفطار دي مهمه. لازم التلفزيون بعد الفطار. طبعا. طيب انا عايز اسالك سؤال بقى بامانه، هل انتوا بتفطروا وتتلموا بالفعل ولا بعد ما بتاكلوا كل واحد بيروح لحاله؟ لا، بنتلم في فقره انتخه كده ساعه بعد الفطار او ساعتين. ما الانتخه دي الواحد بيبقى نايم فيها. لا بنبقى مع بعض فيها يعني. يعني اللمه بتبقى لمه؟ بتبقى لمه. ولا اصل في ناس يقول لك انا فطرت يا جماعه خلاص شكرا سلام عليكم وانا ماشي. لا دي ناس اي كلام. لا الناس اي كلام، احنا عايزين الناس الصح يعني. لا كله بيتلم وكله بس بيحب يقعد يقول اللمه راحت ومفيش حد بيعمل لمه زي زمان، بس الناس بتتلم وبتتبسط وبتعمل كل حاجه. رمضان كريم. ميرسي. رمضان اخباره ايه بقى السنه دي، والعزومات واللمه والطقوس بتاعه رمضان دي؟ يا ترى هتعزم مين ومين هيعزمك؟ والله كان في اول يوم في رمضان كل سنه طيب، احنا بيبقى عندي الحاجه الوالده كلنا انا واخواتي وكده. عندي الوالده. الوالده بتتكلف كتير قوي اليوم ده. والله احنا زي ما تقول ايه يعني، هي بتبقى بالنسبه لها الدنيا فرحه، بالنسبه لها ده عيد. طبعا ما بتفرقش معاها التكاليف يعني. مواد الرحمن والناس اللي بتعمل صناديق وبتفرقها، يا ترى حضرتك بتعمل ده؟ لا والله يعني المقدره ما تقدرش يعني، بس الواحد بيبقى مبسوط ان في ناس بتعمل كده طبعا. المقدره ما تنفعش. يعني طب ما برضه العزومه بتتكلف. بشارك. لا انا عندي مثلا اخواتي وكده حاجه بسيطه يعني مش. انت هتتعزم عند ماما اول يوم، طب ومين هيتعزم عندك؟ انا بعزم اخواتي برضه والحاج برضه، بس كل يعني بنبقى تبادل يعني. يا ترى بتبقى عامل سلفه ولا عامل جمعيه ولا يعني على قد جود بالموجود؟ بالظبط. وهم بيبقوا مبسوطين والدنيا زي الفل. اللمه من اللمه بس. اول مع بعضيها في رمضان بيلعبوا ويتنططوا في الصيام وكده، حاجه جميله يعني. حضرتك مشترك في نادي؟ لا مركز شباب الجزيره هنا. ما جيتش في مره قلت لهم يا جماعه كل واحد يجيب اكله وتعالوا نروح النادي ناكل هناك، وكل واحد باكله ونقعد مع بعض، واللي يفيد هنحطه في علب ونفرقه؟ والله انا عملتها بس مع الولاد بس، احنا مش مع اخواتي يعني. عملتها مع الولاد ازاي؟ خدنا اكل ورحنا في رمضان هناك، وكان في ناس زمايلنا وكده اتقابلنا هناك يعني. مع اخواتك ولا مع اولادك؟ لا مع زمايلي. مع زمايلي. كل واحد جاب اكله ورحتوا عملتوا قعدنا هناك قعده لطيفه يعني، كانت رمضان. يعني فكره جميله وظريفه وقابله للتطبيق. طبعا. شايف انها شيك قوي جدا. الولاد بيلعبوا هناك طبعا، مركز شباب كان حاجه نظيفه يعني وكده، قاعده كانت كويسه. تعرف حضرتك ان احنا لو عملنا ده، وكل واحد لو كل عيله يعني عملت عزومه وطلعت بس 3-4 صناديق بواقي الاكل بطريقه شيك جدا، يعني مثلا اكيد هيفيد مثلا فرختين، هيفيد سمك يتحط في علب نظيف كده، وبدل موائد الافطار دي بتبتدي تتفرق، مش تبقى احسن من موائد الافطار المنتشره وتبقى اشيك؟ والله حضرتك انا عن نفسي يعني موضوع الاكل ده بيبقى في رمضان كمان الكميه اقل بكتير من الايام العاديه. انت عارف ان في الصيف مفيش نظام اكل، فالواحد بيبقى على قد يعني. حاجه جميله جدا. ما بقاش في فوضى بالامانه يعني. انت اول واحد انا قابلته قلت لي انا في رمضان يعني الاكل بيبقى لا. انا شخصيا في رمضان الفطار بتاعي هو الغداء. اول فطار ممكن افطر فول، ممكن افطر ده اكل عادي جدا، والسحور عادي جدا. هل انت حضرتك كده؟ بالظبط. انا كميه الاكل بتقل كمان يعني، حتى طبعا الواحد ما فيش اكل طول النهار، وفي رمضان يا دوبك شويه الميه والعصير، اذا كان اكل بسيط يعني. طب ما هو ده الصح. بالظبط. ويا ريت العاده دي تعمم لبقيه السنه، ايه رايك؟ والله يعني يا ريت ربنا ييسر الحال يعني. لا يعني مثلا نستغل وقت رمضان ده ان احنا نربي نفسنا على طقوس معينه، ونحاول نعود ولادنا على حاجات معينه، ممارسات صحيه معينه، ونطبقها بعد رمضان، والسنه اللي بعديها في رمضان نعمل نفس الشيء. ايه رايك يا سعد؟
طبعا حاجه جميله. احنا على طول حاجه انا معاول الولاد ان ما بقاش في اكل زايد، ما بقاش حاجه على قد، ما يصرفش كتير، يحاول يحوش الاكل اللي او الفلوس اللي معاه كمان ما يصرفهاش كلها، دايما يحاول يكون حاجه اللي هو محتاجها بس، غير كده اي فاين معاه بيحاول يتبرع بيه او كده. سؤال اخير بمنتهى يعني بمنتهى الصراحه، ايه العاده اللي نفسك في رمضان تقعد فيها مع نفسك، لان الوقت هيبقى كبير قوي وعايز تغيرها وتخليها عاده طول السنه، او طابع في ولادك او في حضرتك وعايز تغيره في رمضان او تستغل رمضان في انك تغيره، وهذه العاده بعد ما تغيرها تبقى سلوك عام طول السنه بمنتهى الامان؟ بالنسبه لنا انا احب جدا عاده الادخار. يعني انت عايز تقول في شهر رمضان انا هدخر بدل مصرف كتير وهتبقى عاده طول السنه؟ بالظبط، انا فعلا بعود الولاد على كده. انا عايزك تقول للناس كلها حاجات معينه نفسك في رمضان بتشوفها تتغير وتبقى سلوك طول السنه، ونفسك في حاجات في رمضان تتعمم وتبقى برضو عاده طول السنه. ايه هي؟ تقول للناس حاجات مش عاجباك في الشارع المصري في شهر رمضان وعايز تغيرها، تستغل رمضان في انك تغيرها وتبقى عاده طول السنه. هو في سلوك الناس العصبيه، يعني في رمضان بيبقى الناس فيها شده عصبيه شويه، مش عارف ليه، مع ان المفروض يبقى انسان اهدى. احنا هنعمل حلقه عن الموضوع. او طبعا الادخار، يعني واحد انا عن نفسي واحد على قد ما بيقدر بيحاول يبقى هادي، وفي نفس الوقت يتداخل ويشوف الحاجه اللي يقدر يحوشها. هايل، جميل جدا يا جماعه. يعني شهر رمضان ده زي ما قلنا هو شهر الادخار، مش شهر البذخ، يعني مش شهر ان احنا نعمل جمعيات ومش عارف ايه عشان نصرف في الاكل، ده شهر الادخار. انا بحييك جدا 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 على المعلومه الجميله، ويا ريت تبقى صفه تعلمها لاولادك وتعلمها لغيرك، موضوع الادخار لانه مهم جدا جدا. يا كسان طيبين. وانت طيب. طيب يا حبيبي، شكرا. نزلنا سألنا الناس وقلنا لهم اخبار اللمه ايه والعزومات ايه والتكلفه والحاله الاقتصاديه، واقترحنا عليهم قلنا لهم ايه رايكم لو كل واحد نروح نتجمع عند حد او في نادي او في مركز شباب وكل واحد يجيب اكله معاه. ناس وافقت وقالت والله ده زي الفل وده اقتراح جميل جدا، والناس قالت لا عيب ياكلوا وشنا. قال يعني تستلفوا وتعملوا عزومه؟ نستلف ونعمل عزومه مفيش مشكله. وفي ناس قالت والله لا ده احنا يعني متعودين وحالتنا الاقتصاديه وناكل اي حاجه ان شاء الله بدقه وكل يوم هنتعزم عند حد، مره عندي مره كذا، المهم احنا ما نقعدش لوحدنا، شهر رمضان ده شهر اللمه وشهر العزومات وربنا ما يقطع علينا عاده، وربنا كريم وبيقضيها. وفي ناس قالت والله ده هو شهر جميل ورزقه كتير وما بنعملش هم فيه وربنا كرمنا، وبنقول يا رب يلمنا وما يقطع علينا عاده ويبقى شهر الكرم في رمضان وكرم طول السنة، وربنا يا رب ينعم علينا برزقه ويبقى شهر خير وبركة علينا كلنا وعلى مصرنا الحبيب. كل سنة وانتم طيبين.